بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معادنا مع فيديو عن أغلس اي سي أو منظم جهد ممكن تقابله في الشاشات، بالذات في معظم البورد الصيني، منها العادي ومنها السمارت. الاي سي ده بيعمل مشاكل كتير، ألا وهو منظم الجهد المشهور اللي هيطلع صورته على الشاشة حالا دلوقتي، اللي هو التلات وحايد 8 أو ال1118. الاي سي ده رخم جدا ومشاكله كتير معانا في الشاشات الصيني، وملوش حل يعني غير ان هو يستبدل بواحد جديد، او ساعات بنضطر ان احنا نعمل تعديلات لو اللي موجود في السوق بيكون وحش. وان شاء الله هنبقى نعمل فيديو عملي عن الاي سي دوت وهو موجود على البوردة، وعن ايه التعديلات اللي ممكنة، حتى لو سعرها اكتر بس بتبقى اكتر استقرارا منه، لان هو اي سي فعلا غلس. الاي سي دوت زي ما احنا عارفين بيخرج جهدين في نفس الوقت، عكس باقي منظمات الجهد التانية اللي هي بتخرج جهد واحد. يعني احنا ممكن نعتبره اتنين اي سي مدمجين مع بعض. الاشهر واللي موجود في الشاشات بيخرج جهد 1 و8 وجهد 3 و3. هنشوف صورة دلوقتي للاي سي دوت ومكتوب عليه من تحت اهو 18 33. يعني ده بيخرج جهد ال1.8 وجهد التلاتة وتلاتة والواحد 8 دولت بيشغلوا البروسيسور، والتلاتة بيشغل الفلاشة بتاعت الشاشة. وفي منه نوع تاني اللي هو الادجاست، يعني اللي هو القابل للتعديل، بس مش منتشر. الاكثر انتشارا اللي هو ال 18 33، وهو موضوع درسنا النهارده. المنظم ده بيدعم تيار في حدود ال1 امبير لكل خارج منه. لما نبص على الدايرة بتاعته هنلاقي ان رجل رقم 1 دايما بيكون يا اما ارضي يا اما الادجاست في الاصدار اللي هو القابل للتعديل. رجل رقم 2 ده بيبقى الدخل بتاع الجزء الاول او الدخل الفي ان 1. قصادهم على طول الناحية التانية بنلاقي الأرجل 7 و8 بيبقوا مرتبطين مع بعض، ودول الخرج بتاع النص ده. اي سي بيبقى 8 أرجل كده، ولو اعتبرناه مقسوم نصين يبقى ادي نص ليه، وادي نص تاني في الجزء اللي هو 3 و4 و5 و6 دولت. جزء و1 و2 و7 و8 دول النص التاني. يعني معنى كده ان احنا عندنا رجل رقم 2 دي هيخش عليها جهد يخرج لنا من 7 و8، ورجل رقم 1 بتكون الارضي. لو بصينا الناحية التانية هنلاقي رجل رقم 3 هنا هي الارضي او الادجاست في الجزء او في الاي سي اللي هو بيكون قابل للتعديل اللي هو الادجاست. ورجل رقم 4 ده دخل النص التاني من المنظم. وقصادهم على الناحية التانية رجل 5 و6، الاتنين بيكونوا الخارج بتاع النص ده من الاي سي. طبعا الرجل رقم 1 كدخل بتبقى مرتبطة بمكثف مع الأرضي. رجل رقم 4 كدخل للنص التاني مرتبطة برضو بمكثف مع الأرضي. أرجل الخارج ال7 و8 مرتبطين بمكثف مع الأرضي، و5 و6 مرتبطين بمكثف مع الأرضي. هنا معلومة مهمة لازم نوضحها عن منظم الجهد دوت، إن أقصى جهد للدخل بيتحمله بيكون 12 فولت، ما بيتحملش جهد أكتر من كده. هنلاقي القيم اللي هو ممكن يخرجها معانا، أو هنلاقيهم في حالة إذا كان منظم الجهد ده ثابت أو أدجست. بيخرج معانا جهد 1 و2 وجهد 1 و8 و2 ونص و3 و3 و5 فولت. بنلاقي مثلا ال1 و8 موجود مع ال3 و3، فبيبقى مكتوب عليه 18 33. بنلاقي ال1 و2 مع ال2 ونص فمكتوب عليه 12 25. وهكذا. شوف هو بيدمج انهي جهدين مع بعض هيخرجوا من نفس الاي سي، فبتلاقي الرقم بتاعهم مكتوب عليه.
منظم دوت اللي هو الادجاست بقى. لما بيكون ادجاست انت بتقدر تتحكم في النص ده لوحده والنص ده لوحده عن طريق مقاومات مجزئ الجهد. زي ما احنا عارفين ان اي ادجاست بياخد من الخارج، بيربطها بمقاومة R1 ومقاومة R2 مع الأرضي، وبياخد من النص يدي رجل الادجاست زي ما احنا شايفين. يعني في حالة ان دي ارضي مش هتلاقي المقاومات ديت، هتلاقيها مرتبطة بالارض زي كده على طول. في حالة ان الرجل دي ادجاست او الرجل دي ادجاست، بياخد من ارجل الخارج اللي هي تعتبر الاتنين دول يعتبروا رجل واحدة خلاص، مقاومة R1 ومقاومة R2، الاتنين دول مرتبطين بالارضي، وبياخد من نصهم يغذي رجل الادجاست دي. طبعا المقاومة R1 و R2 دول بتبقى مقاومات محسوبة بناء على جهد الدخل وجهد الخارج اللي مطلوب، وبيتغير طبعا. لو احنا هنخرج على رجل الادجاست ديت، عايزين نخرج الناحية التانية 1 و2، عايزين نخرج 3 و3، عايزين نخرج 5، بتتناسب المقاومات دي مع بعضها وتبقى ليها معادلة كده طويلة. احنا اتعودنا مع بعض ان احنا مش هنخش في معادلات ولا في اي فيزياء، وان شاء الله تتابعونا في فيديو عملي هنشرح فيه المنظم الريزل دوت على الطبيعة في البوردة موجود فيها او بوردتين او 3 على حسب ما يتوفر لدينا. وهنشوف ايه اللي متوصل معاه وده بيشتغل ازاي وتسلسله ازاي وبيشغل ايه بالظبط على البوردة بتاعتنا، عشان نتأكد وما يبقاش عندنا معلومات غلط زي ما موجود في بعض الفيديوهات الأخرى. احنا بنجيب طبعا الداتا شيت دي من أكتر من مصدر وبنقارن بينهم وبناخد الأصح فيهم. فهنا عندنا ماكسيمم انبوت فولتج اللي هو أقصى جهد للدخل بيتحمله بيكون 12 فولت. أتمنى تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.